طرف حلف شمال الأطلسي بتونس. تكون الجزائر في وضع جيوستراتيجي محاط بالقواعد العسكرية الغربية، تقول صباح محمد. فيما يتجه الناتو نحو افتتاح مركز استخباراتي في تونس بعد منحه الضوء الأخضر من قبل السلطات الحاكمة في البلاد، نية حلف الشمال الأطلسي من فتح مكتب لها في تونس ورفع هذه الأخيرة من تعاونها الاستخباراتي مع حلف الناتو يجعل الجزائر مطوقة من كل الجهات بقواعد عسكرية غربية. التركيز في تونس يبدو أنه مرتبط بالأحداث التي تجرى في منطقة شمال المغرب العربي الكبير، الأحداث التي نراها في ليبيا، ثم الأحداث التي نراها في تونس، ثم أيضا في مالي والدول الأخرى ومالي. فبالتالي ربما أن الاختيار كان لهذا السبب. الآن يجب أن نقرأ هذا الخبر بحذر، لأن حلف الأطلسي له نواياه وله استراتيجيته، ويفهم الخطر الإسلام المتطرف بطريقة ربما لا تتماشى مع مصالح منطقة المغرب العربي. رغبة الناتو في تركيز مكتب للاستخبارات في تونس بحجة محاربة الإرهاب يعتبر تركيزاً لقاعدة عسكرية توظفها الدول الغربية كسابقتها لتحقيق أهداف وامتيازات سياسية. الأزمة الليبية اللي نراها اليوم من أحد أسبابها التي أدت إلى الأزمة التي توجد هو تدخل حلف الأطلسي في المنطقة. المشكل السوري اليوم بمشاكله الكبرى، أحد الأسباب التي زاد في حدة أزمة المشكل السوري هي التدخل الأجنبي. فلذلك وجود الحلف الأطلسي بتونس يجب أن نراعي أيضا بحذر، ويجب أن أن نعالجه بقضية أن أي تعامل يجب في إطار احترام سيادات الدول. وقوف الجزائر عصية على الإرهاب وعلى مخططات الدول الغربية جعل الدول المتربصة توجه سموم سهامها إلى الدول المجاورة، فالجزائر تنظر من بعيد بعين الريب والقلق من بعض مواقف الدول الشقيقة والصديقة. إلى الولايات المتحدة الأمريكية، هذه المرة التي تعيش